هل عمرك فكرت ايه معنى انك توقف الدنيا كلها وتسيب كل حاجة وتركع وتسجد لربنا؟ الصلاة مش مجرد حركات بنعملها 5 مرات في اليوم، دي لقاء خاص بينك وبين ربنا. طيب ليه ربنا فرضها علينا؟ وليه هي اهم عبادة في حياتنا؟ السبب الاول ان دي اول حاجة بيتسأل عليها العبد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. يعني الصلاة هي الميزان الاول لحياتك كلها. الصلاة هي راحة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ارحنا بها يا بلال، مش ارحنا منها، لانها مش تعب، دي راحة من تعب الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة لو اتعملت صح بتبقى حاجز بينك وبين الغلط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، كان بيشبه الدين بخيمة أو بيت. الخيمة عشان تفضل واقفة لازم يبقى لها عمود أساسي في النص، لو العمود وقع الخيمة كلها هتقع. نفس المعنى بينطبق على الدين. الصلاة هي الركن الأساسي اللي بيقوم عليه إيمان المسلم. لو الإنسان ضيع الصلاة باقي العبادات بتبقى ضعيفة جدا وممكن تقع. الصلاة مش مجرد فرض، دي العمود اللي بيشيل دينك كله. تخيل ان عندك زرع محتاج مية علشان يعيش، لو ما سقتهوش هيدبل ويموت مهما كان عندك سمات او شمس. الصلاة هي المية اللي بتسقي ايمانك كل يوم، مش مجرد فرض، دي اعظم هدية ربنا ادهالك. لو حافظت عليها هتحس براحة مش هتلاقيها في اي مكان تاني. وصدقني لو جربت تصلي بقلبك عمرك ما هتسيبها تاني. ما تنساش دايما تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.